ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة هنتكلم عن صلح الحديبية وبيعة اسمها بيعة الرضوان، فنركز مع بعض كده ويلا بينا نحكي الحكاية. اول ما عرفت قريش ان النبي صلى الله عليه وسلم هو واصحابه جايين علشان يعملوا عمرة رفضت بشدة، والقتال وقتها كان ممنوع في مكة، فقريش خرجت بالجيوش على حدود مكة عشان تمنع النبي صلى الله عليه وسلم هو واصحابه من اداء العمرة. والنبي صلى الله عليه وسلم هو واصحابه جايين ماشيين 450 كيلو على الاقدام ولابسين لبس الاحرام، ومعاه 1400 واحد، ومعاه من زوجاته السيدة ام سلمة. وقال منافقين المدينة ان محمد رايح يموت، هي قريش يعني هتسيبه؟ ازاي يجيله الجرأة ان هو يعمل كده؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم علشان يحمي نفسه ويحمي اصحابه اخد معاه سلاح الراكب. سلاح الراكب ده علشان لو طلع عليه قطاعين طرق يقدر ان هو يدافع عن نفسه ويدافع عن اصحابه. ووصل النبي صلى الله عليه وسلم لاهل المدينة وابتدى يلبس هو واصحابه لبس الاحرام، وابتدوا يقولوا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. قريش بقى وابو سفيان وصلت لهم الاخبار، فراح ابو سفيان خرج جيش كبير بقيادة خالد بن الوليد قبل ما يسلم على حدود مكة علشان يمنعوا النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه من الدخول. وجاء واحد بعتاه قريش بقى علشان يخوف النبي صلى الله عليه وسلم. وقريش كانت من عادتها لما تخرج للحرب تلبس ثياب عليها جلود النمور، فجاء واحد بقى للنبي صلى الله عليه وسلم بعتاه قريش يقول له ايه؟ احترس يا محمد فإن قريش قد خرجت لك بجلود النمور. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا ويح قريش ما ضرهم لو تركوني، فإن انتصرت فعزي عزهم وشرفي شرفهم، وإن قتلت فهذا ما يريدون. هي قريش هتستفاد ايه من اللي بتعمله فيا ده كله؟ ده لو ربنا نصرني فانا منهم وهعزهم وهبقى شرف ليهم، ولو قتلت هو ده اللي هم عايزينه. فالنبي صلى الله عليه وسلم شاور اصحابه وقال لهم تعرفوا طريق ادخل بيه المكة من غير الطريق الرئيسي اللي قريش واقفالي فيه؟ انا مش عايز احارب قريش. فرد واحد من الصحابة وقال انا اعرف طريق بس وعر وصعب. وراح بالفعل 1400 صحابي والنبي صلى الله عليه وسلم الطريق ده، وهم لابسين لبس الاحرام ومعاهم الهدي. وكان ساعتها النبي صلى الله عليه وسلم راكب الناقة القصواء اللي هي الناقة بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم. واول ما يوصل النبي صلى الله عليه وسلم على حافة مكة وخلاص بينهم وبين الحرم لحظات، ايه بقى اللي يحصل؟ الناقة بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم تقف وما تتحركش ابدا، ويحاولوا ان هم يحركوها يمين شمال وهي ابدا. فقال الصحابة قد خلقت الناقة، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لا والله ما خلقت وما هذا من خلقها ولكن اصابها حادث الفيل. النبي صلى الله عليه وسلم شبه الناقة زي الفيل اللي ما قدرش برضه ان هو يدخل. ووقف النبي صلى الله عليه وسلم على حدود مكة، فعرفت قريش ان النبي صلى الله عليه وسلم جاي بطريق ملتوي وواقف على حدود مكة وما دخلهاش. فالناس اللي كانوا واقفين على الطريق الرئيسي رجعوا جري على معسكر النبي صلى الله عليه وسلم في الناحية التانية. واستغربت قريش وقالت لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد القتال لجاءنا من الطريق الرئيسي، مع انه كان على باب الحرم فلم يدخلها بعد. وساعتها قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قريش بعتني الى شيء فيه صلة رحم لاستجبت فورا، يعني لو قريش طلبت مني الصلح انا هصالحهم. النبي صلى الله عليه وسلم جاي بس عايز يعتمر. فأرسلت بقى قريش واحد من سادات خزاعة للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا محمد ماذا تريد؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال له أريد العمرة. قال له يا محمد انت معاك سلاح النبي؟ قال له معايا ولكن في الإبل في شنطتي أخشى الغدر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال له أنا معايا كمان الهدي بتاع العمرة. فمشي السيد اللي من سادات خزاعة وراح لقريش وقال لهم والله إن الرجل يريد العمرة مش عايز حاجة
حاجة تاني. ترد قريش وتقول والله ما يدخلها إلا بإرادتنا أو بإذننا، ويبعتوا راجل تاني اسمه مكرز، وكان الراجل ده مشهور بالغدر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أول ما شافه داخل عليه قال والله إن هذا رجل غادر، وقال له ماذا تريد يا محمد؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له أريد العمرة. راح رايح لقريش وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن هو يريد العمرة، مش عايز حاجة تاني، بس معاه في شنطته سلاح فممكن ان هو يغدر بيهم، علشان هو غدار شاف ان النبي ممكن يغدر بيهم. وبعتوا بقى واحد عظيم من الأحباش مش من قريش، ده تالت واحد يبعتوه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم عارف ان الراجل ده يعظم الهدي، فالنبي صلى الله عليه وسلم أول ما شافه جاي عليهم فقال لهم طلعوا الهدي اللي عليه علامة القرب من ربنا سبحانه وتعالى بتاع العمرة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم الإبل بتاعة الهدي وقال للصحابة ايه، ابتدوا بقى لبوا قدامه. فابتدى بقى الصحابة يقولوا لبيك اللهم لبيك، والإبل ايه قدامهم. فتأكد الراجل اللي من الأحباش ان النبي صلى الله عليه وسلم 100% عايز العمرة، فراح لقريش وقال لهم والله هذا يريد العمرة. فقالوا له انت مالكش دعوة، انت مش من قريش اصلا. فقال لهم والله لئن صدقتم محمد عن العمرة احنا اللي هنقف له. فقريش قالت احنا ممكن ندخل كمان كده في خناقات مع العرب، احنا نبعت واحد اسمه ايه، عروة بن مسعود. عروة بن مسعود ده بقى متميز عن الثلاثة اللي قبله في ايه، ان هو دخل على ملوك كتير زي الفرس والروم والحبشة وغيرها كتير، فهو قابل قيادات كتيرة جدا. فلما شاف النبي صلى الله عليه وسلم وبيكلمه بتكبر فقال له كده فيما معناه انت فاكر يا محمد ان اصحابك دول هينفعوك؟ وراح عامل ايه بقى عشان يستفز النبي صلى الله عليه وسلم، راح شادد لحية النبي. الصحابة بقى شافوا كده اتعصبوا جدا وقاموا، فالنبي صلى الله عليه وسلم هداهم وقعد شوية كده معاه عروة بن مسعود. وفجأة قام النبي علشان يتوضى، وكان من عادة الصحابة ان النبي صلى الله عليه وسلم لما يتوضى فالصحابة يغسلوا بقى بالوضوء بتاع النبي ده، يغسلوا بيه وشهم، وفي منهم ممكن يشربوا يتبرك بيه. فاستغرب عروة وراح لقريش وقال لهم انا دخلت على ملوك كتير جدا لكن عمري ما شفت رجل سيد في قومه بيحترموه وبيعظموه مثل محمد. يعني ما فيش ولا ملك من الملوك دول اصحابه اللي بيحبوه بيعظموه مثل تعظيم اصحاب محمد له. والله اصحاب محمد دول لو دخلوا لكم مش هيسيبوكم الا لما يموتوا منكم مثليهم، يعني يموتوا منكم 1400 واحد. فانا ليا رأي يرجي الطرفين. قال لهم ان يرجع محمد الى عمرة هذا العام وان يأتي معتمر العام القادم، وبكده تكونوا حققتوا غيتكم ان محمد ما يدخلش مكة الا باذنكم وبارادتكم، وبرضو يكون محمد حقق الغية بتاعته ان السنة الجاية يعمل عمرة. فراح السادة وافقوا وقالوا حل وسط وجميل. لكن شباب قريش بقى اللي متهورين شوية عملوا ايه، تسلسلوا في الليل وكانوا 40 شاب، وكان ساعتها قائد الحراس محمد بن مسلمة، وقبض عليهم وجم للنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسلهم علشان يبين لقريش إن هو مش عايز الحرب، عايز السلام. وقال أبعت بقى لقريش لأبو سفيان رسول، وراح قايل يا عمر روح أنت كرسول مننا لقريش. فسيدنا عمر بن الخطاب قال له أنا يا رسول الله دول مش بيحبوني خالص وبيكرهوني، وأكيد لو رحت هيقتلوني، ارسل واحد مقبول عند قريش بيحبوه وله أهل هناك يحموه. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم مين؟ عثمان بن عفان كسفير للنبي وأصحابه عند قريش. واستقبلته قريش استقبال عظيم جدا، وقالت له يا عثمان طوف بالبيت. قال لا والله لا أطوف قبل رسول الله. قال يا عثمان ماذا تريد؟ قال نريد العمرة. وقعد بقى يقنعهم بإيه؟ بالعمرة.
فقالوا له اصبر يا عثمان، وفضلوا حاجزينه عندهم. وكل ده بقى النبي مستني عثمان يرجع، وعثمان ما بيرجعش. فالنبي صلى الله عليه وسلم قلق جدا وقال قريش خلاص قضت على عثمان وموتوه. وساعتها امر النبي صلى الله عليه وسلم الاستعداد لقتال قريش، فامر النبي صلى الله عليه وسلم على البيعة ان يقاتلوا قريش ولا يغدروا، وكانوا 1400 واحد. وقعد النبي صلى الله عليه وسلم تحت شجرة وبدأ يبايع صحابي 1400 واحد يدا بيد على ان يطيعوا ويقاتلوا قريش ولا يغدروا. وبعد ما انتهت البيعة على 1400 واحد، النبي صلى الله عليه وسلم حط يده اليمنى على يده اليسرى وقال هذه بيعة عثمان، لان سيدنا عثمان ما كانش معاه اصلا، كان محجوز عند قريش. ونزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وبشر النبي صلى الله عليه وسلم ان 1400 دول المؤمنون الصادقون اللي يبايعونك تحت الشجرة ان هم داخلين الجنة بإذن الله. ونزلت آية بتقول ايه؟ إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. وسميت البيعة دي بيعة الرضوان. أول بقى ما قريش عرفت البيعة دي والنبي صلى الله عليه وسلم بيبايع أصحاب على بيع الهجوم على قريش وألا يخضروا وألا يخونوا، طبعا قريش خافت. فعملت ايه بقى؟ بعتت رجل المفاوضات بتاعتها اللي هو المتحدث الاعلامي وزير الخارجية، اللي هو اول ما بيهل على ناس كده بيعرفوا ان خلاص الامر بقى سهل وفي مفاوضات، اللي هو مين؟ سهيل بن عمرو، اللي هو قعد حابس ولاده عشان ما يهاجروش للنبي صلى الله عليه وسلم. واول ما راح للنبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم شافه، قال للصحابة سهيل قد سهل الله لكم. وبدأ الاتفاق بين النبي صلى الله عليه وسلم وسهيل بن عمرو، وكان موجود صحابة شهداء على الاتفاق ده، وبرضه كان موجود من قريش ناس شهداء على الاتفاق ده. وكل ما يتفقوا على حاجة يشترطوا ان هم يكتبوها في الصلح ده، وكان علي بن ابي طالب هو اللي بيكتب. واول حاجة كتبها بسم الله الرحمن الرحيم. فسهيل بن عمرو قال له ايه ده؟ لا احنا ما نعرفش الرحمن، اشطبها. فعلي بن ابي طالب يقول له والله ما اشطبها، اشطب اسم الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا علي بن ابي طالب دلني على مكانها يا علي. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيعرف يقرأ ولا يكتب. فسيدنا علي قال له اهي يا رسول الله. فشطبها النبي وكتب مكانها ايه؟ باسمك اللهم. وبعدين تاني حاجة هذا من صالح علي محمد رسول الله مع سهيل بن عمرو. راح قال ايه ده؟ اشطبوا رسول الله، انا مش مؤمن اصلا انك نبي، انا لو كنت امنت انك نبي كنت دخلت في دينك وكنت كتبت اسمك واسم ابيك. هنا بقى سيدنا علي غضب جدا وقال لا والله لا اشطب كلمة رسول الله. فسيدنا محمد قال له دلني على مكانها يا علي، وراح شطبها وكتب هذا ما صالح علي محمد بن عبد الله مع سهيل بن عمرو. ليه النبي صلى الله عليه وسلم عمل كده؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم غايته الاساسية هو الصلح والسلام مع قريش. البنود بقى اللي اتفقوا عليها ايه؟ اول حاجة ان النبي صلى الله عليه وسلم يرجع للمدينة وما يعتمرش العام ده. وتاني حاجة ان النبي صلى الله عليه وسلم يجي للعمرة العام القادم. ثالث حاجة ان هم يدخلوا مكة معتمرين معهمش اي سلاح الا سلاح الراكب اللي هو لو طلع عليهم قطاعين طرق. رابع حاجة ان هم لما يدخلوا مكة قريش تمشي من مكة، يعني اي واحد غير موحد بالله هيخرج من مكة. خامس حاجة ان مدة العمرة ما تزيدش عن 3 ايام. سادس حاجة هدنة بين قريش والمسلمون 10 سنوات. سابع حاجة ان لو واحد من قريش خرج مهاجر للمدينة بدون إذن وليه وراح للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له أنا أسلم، النبي يرده لمكة تاني. ولو العكس حصل، يعني لو واحد من المدينة ارتد وعايز يرجع قريش ما تردهوش للنبي صلى الله عليه وسلم. فالصحابة استغربوا وقالوا ليه يا رسول الله وافقت؟ لماذا الدنية في ديننا؟ البند الثامن بقى واللي كان السبب في فتح مكة بيقول ايه؟ القبائل اللي عايزة تدخل في حلف محمد، يعني محمد يحميها تدخل، واللي عايزة تدخل في حلف قريش تحميها تدخل.
فجت قبيلة اسمها خزاعة دخلت في حلف النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى ان اي حد يعتدي على قبيلة خزاعة دي كأنه اعتدى على النبي صلى الله عليه وسلم. ودخلت قبيلة اسمها بنو بكر في حلف قريش، يعني الاعتداء على القبيلة دي او القبيلة دي معناها الاعتداء على النبي صلى الله عليه وسلم او قريش. وبكده تكون خلصت بيعة الرضوان وخلص صلح الحديبية. وبس كده، هي دي كانت حكاية النهاردة. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك على الفيديو ده، ولو لسه اول مرة بتشوفوني ما تنسوش تعملوا سبسكرايب في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان تشوفوا فيديوهاتي اول باول، وتعملوا شير لاصحابكم عشان يستفادوا هم كمان. واشوفكم باذن الله في فيديوهات تانية وقصص تانية، والسلام عليكم.